للشيخ محمود المصري عن مسألة انه اتهم المشايخ ان هم عملاء امن دولة. الحديث طول قوي والراجل كان بيتحرك في منطقة معينة، واحنا عارفين انه يعني احنا لما نيجي نتكلم عن أسامة القوصي ده، المقربين منه ما كانوش عارفين انه هو مع امن الدولة، وان الراجل كان بيطلب انه في بيعة للرئيس السابق في اعناقنا، وان بيقول حبيب العدلي حفظه الله اللي ملا المعتقلات ناس بتتعذب عذاب ما شافتوش قبل كده في التاريخ. وكان بيتكلم عن يوسف بطرس غاري اللي بيسب الدين والحرام اللي هربان ولا عليه احكام، بيقول ده من عيله محترمه. ما هو ده كان من الناس دي اللي بيتكلم عليه الشيخ محمود المصري. احنا معانا الشيخ محمود المصري على الهواء. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد، عامل ايه؟ ازيك يا سيدي، اخبارك ايه؟ ربنا يحفظك حبيبي، ربنا يعزك ويبارك فيك وينفع بيك يا رب العالمين. الله يرضى عنك شيخ محمود. طبعا الفيديو اللي نزل وبعض الناس حطت عليه صور للشيخ مثلا محمد الزغبي حفظه الله، صور للشيخ الشيخ فلان الشيخ علان، بدأت تصفية حسابات وصوروا للناس ان حضرتك بتتهم مشايخ السلفية واللي مش عارف متجوزين واللي ايه، ان دول بياخدوا فلوس وان هم دول عملاء امن دولة وان هم كانوا سببوا في تعذيبك انت الشخصي. فترد على الناس دي تقول لها ايه؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية شيخ خالد طبعا أحب أهني شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية بنصر أكتوبر، وبقول مصر عبرت 3 مرات ومحتاجة للعبور الرابع. عبرت يوم 6 أكتوبر 73، عبرت في ثورة 25 يناير، عبرت في مجيء الدكتور محمد مرسي حفظه الله، ومحتاجة للعبور الرابع هو إصلاح ذات البين بين علماء الأمة، وده عبور ما هوش أقل من الذي يسبقه. صحيح. عايز أقول يا شيخ خالد ربنا يحفظك، الحمد لله رب العالمين. دائما يعرف الإنسان من سجل دعوته حياة 22 سنة دعوة. اللهم لك الحمد. يشهد القاصي والداني أن عمري في حياتي ما أسأت لأحد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نعم. كل ما في الأمر ان كان في ضجة الفترة اللي فاتت خالد، وحضرتك يمكن تكلمت عنها وتكلم عنها فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود وكثير من أهل العلم، ان في بعض الدعاة اللي كانوا بيوالوا النظام السابق أذونا كتير جدا جدا، وتسببوا في إيذائنا في السجون وإلى غير ذلك، وتسببوا بتصرفاتهم حتى اللي تخالف الشرع وتخالف السنة، في ان هم خلوا بعض الناس يظن ان كل المشايخ كده. نعم. فأنا في لحظة من لحظات الانفعال، الإنسان برضو يعني مهما كان بشر وقد يتحمل الإساءة لنفسه. أنا ممكن أتحمل الإساءة لنفسي، وأنا عن نفسي ذكرت لحضرتك أن أنا اتعرضت لضرب بالرصاص مرتين بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد ربنا اللي نجانا. نعم. منهم مرة على طريق السويس. فالشاهد في الموضوع ان كل ده انا تغاضيت عنه، ولا يهمني كل الحاجات دي بالمرة، لكن كان يهمني جدا ان الناس ما تعتقدش ان كل المشايخ بالمنظر اللي هم سمعوه دوت، لان ده كان يعني بيغر صدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه ابدا، وانما كان يغضب اذا انتهكت محارم الله. نعم. طبعا انا لما تكلمت في هذا المقطع يا شيخ خالد، وحضرتك يعني بنفسك شفت المقطع ده قبل ان تضاف اليه الصور، انا ما تكلمت عن احد وما ذكرت احدا باسمه. ما ذكرتش اسماء الحقيقه خالص بالمره. انا ما ذكرت أحد، وما هيش من اخلاقي ان انا اذكر اي انسان باسمه ابدا. نعم. وبل عمري في حياتي ما انتقدت حد، لكن المره دي عشان غضبه لله انا تكلمت في هذا الامر، ان فعلا في دعاء ياما اذوا اخواننا الدعاء في الامن، وياما حاولوا يؤذونا وياما وشوهوا صوره بعض الضعفاء. يعني كان دفاع عن اخواني الدعاء سواء السلفيين او غير ذلك من كل دعاء. هي بتبقى يمكن المشكله يا شيخ محمود، هل انه كتير من الناس بتتصور ان السلفيه دي حته واحده، وبالتالي بيتعامل مع اي حد بدأن انه سلفي، فلما بيتعامل مع الامن بشكل او باخر يقول لك السلفيين بيتعاملوا مع الامن، السيفيين علماء امن دوله، السلفيين وبهذه الصوره؟ لا طبعا الحمد لله رب العالمين. يعني الأمة، وأنا حينما تكلمت شيخ لو تذكر حضرتك في هذا المقطع، أنا سبقت مسبقا وقلت كلمة حضرتك تذكرها، إن أنا قلت والأمة فيها دعاء فاضل، يعني إذا رأيتهم ذكرت المولى عز وجل، الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ودي عاملة زي شيخ خالد بعد إذن حضرتك، لو إن رجل النهاردة طلع وقال يا جماعة في أطباء محترمين وناس أفاضل وناس أهل خير، وفي المقابل في أطباء ما عندهمش ضمير، مثلا لو قال جملة زي كده، يعني أنا ببدي مثال، فلو جه واحد النهارده راح واخد المقطع الثاني ان في اطباء ما عندهمش ضمير، وراح معلق عليها صور بعض الاطباء،
نعم. هل معنى ذلك ان اللي قال الكلمة هو اللي شتمهم ولا اللي حط الصور هو اللي شتمهم؟ لا طبعا. انا حينما ذكرت الموضوع على يعني بشكل عام كده وبصورة عامة ان في بعض الدعاة فعلا اساءوا لنا واساءوا للساحة الاسلامية، ففوجئت ان بعض الناس، الله يعني يصلح احوال الجميع يا رب ويهدي الجميع، خد المقطع الجزء الثاني من المقطع اللي مش بقول فيه ان في دعاء افاضل وناس محترمين وناس اذا رؤوا ذكر الله، وراح واخد الجزء الثاني وراح واخد الجزء الثاني اللي بقول فيه ان في دعاء فعلا ما عندهمش اخلاق ولا وحط على كل على المقطع ده كرره كذا مره، وراح حاطط على كل مره صوره. مثلا المره دي صوره الشيخ فلان، المره دي صوره الشيخ فلان، وكاني انا اقصده. كانك انت رغم انك انت ما قلتش اسماء خالص، هو تبرع بالنيابه عنك وحط الاسماء. بل انا ابرئ حتى هؤلاء، يعني حتى اخويا وحبيبي الشيخ محمد زغبي امس اتصل عليا وقال لي يا شيخ محمود والله في اخوه قالوا لي ان حضرتك قلت كذا وجايبين صورتي، وانا قلت لا يمكن هذا يصدر عن الشيخ محمود. طبعا هذا دأبنا دائما ان احنا كاخوه دعاء متحابين ودايما نحسن الظن ببعض. لا يمكن ابدا ان جالي النهارده حد قال لي الشيخ خالد عبد الله قال كذا، اقول له مستحيل ان يقول هذا الكلام في حقي. اكيد انت سمعت غلط او فهمت غلط. فطبعا الشيخ محمد زغبي أخ حبيب وعزيز وغالي وقريب إلى قلبي، ولا يمكن يعني يكون مقصود بهذه الإساءة أبدا ولا هذه الكلمة أبدا. وزي ما قلت لحضرتك ولا غيره، هو الذي وضع الصورة مش اللي أساء، هو اللي قال الكلمة، واللي قال الكلمة دي قالها غضبة لله سبحانه وتعالى، خوفا على أن يساء الظن بدعاة الأمة. وأنا بقول لكل المسلمين يا جماعة قسما بالله العظيم الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعل يا رب الخير والبركة في كل دعاة الأمة. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أحب كل دعاة الأمة وأتقرب إلى الله بحبهم، لكني كنت أتكلم عن فصيل أذانا إحنا كدعاء اللي موجودين حاليا، أذانا وتعبنا وبدأوا يطلعوا على الفضائيات وأذونا كتير جدا وتكلموا في حقنا وحاولوا يصفونا تصفية جسدية في بعض الأحوال. وأنا عايز أقول في المقابل يا شيخ خالد وأختم عشان ما أطلش على حضرتك، إن يعني أنا نصيحتي للناس اللي مشغولين بأن هم يعملوا مقاطع على النت ومقاطع ملصقة، تبقى انت قلت كلمة ويحط لك صورة على الكلمة دي ويخليك انت كأنك قصدت واحد تاني. عايز اقول لهم اشغلوا نفسكم بالله، والله العظيم العمر ده هيعدي وكلنا سنلقى الله سبحانه وتعالى وسنقف بين يديه وهنتسأل وقفوهم انهم مسؤولون. هتندموا على كل لحظة تعدي في حياتكم. قال ابن عباس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. قال بكر بن عبد الله المزني إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. فأنا بأكرر وبقول والله ثم والله ثم والله أن أنا ما قصدت أحدا من الناس اللي لزقوا الصور في المقطع ده، ولا حاجة لي أن أقول هذا أبدا. الحمد لله، فالناس تعرف من خلال دعوة 22 سنة أني الحمد لله ما أسأت لأحد أبدا. وبشكر أخوي وحبيبي الشيخ خالد على إتاحة هذه المداخلة، وجعلها الله في ميزان حسناتك. وربنا شكرا جزيلا. كل الدعاء وكل الأمة الإسلامية في الجنة إن شاء الله، وربنا يبارك في الجميع. جزاكم الله شكرا جزيلا. شيخ محمود المصري، حبيت أوضح لأنه حد كان بعت لي رسالة قال لي يا ريت تقول لي الشيخ محمود المصري يوضح الأمور إيه. أنا بقول لكم على مسؤوليتي الشخصية. في ناس بتنتمي، هو بيقول أنا بنتمي للتيار السلفي، لكن والله العظيم أقسم بالله كان ممكن يبلغ عن زمايله، كان ممكن بيشعر أن الولاء التام الكامل للنظام السابق برأسه وقياداته، وده موجود. وشفنا ناس طلعت، واحد قال لك يا رب احشرني في الجنة مع يسرى ومحسوب على التيار السلفي، وفوق الثاني قال لك ما عنديش مشكلة ان بنتي تمثل ومحسوب على التيار السلفي، وقال لك انا مش عارف خالد يوسف ايه ومحسوب على التيار السلفي، وحبوه وجابوه، وقال لك يا ريت كل السلفيين الموديل ده، الموديل اللطيف ده. هم عايزين سلفي كده، لا سلفي مخربش ولا سلفي بيدافع عن دينه ولا سلفي بيهاجم العلمانيين اللي بيهاجموا شرع ربنا زي ما هنشوف بعد الفيديو اللي جاي. لكن انا معايا طبعا خبر ان الاهل